حق المسلم على الله أن يرزقه إذا طلب العفاف. حق المسلم على الله أن يرزقه إذا طلب العفاف. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة حق على الله أن يغنيهم: المجاهد في سبيل الله، والناكح يريد أن يستعفف، والمكاتب يريد الأداء. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح. أطيعوا الله، أنت حينما تتزوج تطيع الله. الدليل: وأنكحوا الأيام منكم، أمر إلهي. تزوجوا أيها الشباب. أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم به من الغنى. أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. قال تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وعن جابر رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه الفاقة، فأمره أن يتزوج. كم حديث صاروا؟ 3 من فعلهن ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له. من سعى في فكاك رقبة ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له. ومن تزوج، يقول لك: ما عندي بيت، ما عندي عمل، كيف أقدم على الزواج؟ نقول لك: أقدم على الزواج ثقة بالله. كل هذه الأحاديث وتلك الآية ينبغي أن تكفيك أن تثق بالله. من تزوج ثقة بالله واحتسابا كان حقا على